قررت ان اعمل تريلر لافلام ملهاش تريلر. هاي وشي اتحرق، اخلي الاجواء رومانسيه كده احسن. قلت ابدا بفيلم الارهاب والكباب. الكباب نخلي عشك وبعض. قررت ان ابدا اول حاجه بان انا اتفرج على الفيلم. دول جنس نعم، تبقى لطيف معاهم يبقوا لطاف معاك. وانا بتفرج على الفيلم كان معايا ورقه وقلم وعمال ادون كل حاجه بشوفها في الفيلم والمشاهد المهمه اللي هحطها في التريلر. وبعد كده قعدت فكرت مع نفسي شويه هودي الفيلم لانهي جنرا. الفيلم الجنرا بتاعته حركه وكوميديا ودراما وادب الجريمه، فقررت اخلي التريلر موده حزين شويه يحسسك ان الفيلم ده فيه حزن، وخفيت جانب الكوميديا خالص في المونتاج. دلوقتي دخلت الفيلم على برنامج المونتاج وجايز اطلع تريلر مدته لا تزيد عن الدقيقه، في نفس الوقت اوصل رسالتي. هلو. بدأت كل القصة حين اكتشف جهازا غريب وسارت معه في مكان عجيب. تراه فتى عاديا لكنه يخفي الأسرار. بنتن دلوقتي خلصت مونتاج التريلر ويلا نشوف النتيجه سوا. تبيع قراتين ارض ببلدكم عشان تيجي تمسح جزمه في مصر. صدق بالله انا بقالي شهر كل يوم اجي هنا، ان اعرف ادخلها ما اعرفش. صباح الخير يا حلوين. معقول ما تكونيش عارفه صوتي؟ في بينا وبين بعض اخد وعطا عشان اول ما تقول لي الو اعرف صوتك. وايه اللي هيحصل بعد كده؟ الكباب نخلي عشك وبعض. دي حلوت قوي وكملت قوي قوي قوي. الكباب نخلي عشك وبعض. الكباب نخلي عشك وبعض. انا مش طالب من انسانيتي، مش عايز اتهان. وقفت جنبك عشان مستعجل الموت. الحكومة هتصرف لكم فلوس كتير قوي بعد ما تموتوا. شفتوا انا خدمتكم ازاي؟ ده كده المونتاج اللي اتعمل للتريلر. ما تنساش تقولي في الكومنتات ايه رايك في التريلر. كان معاكم شريف الزناتي، سلام.